السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن في الصينية بطريقة جميلة جدا وطعم أجمل. أول حاجة عندي هنا تقطيع الفرخة ده بيكون على حسب الرغبة. أنا هنا مقطعاها على 8 قطع. عندي كوباية من الزبادي، زبادي بيتي أنا عاملاها في البيت، وهتلاقوا الطريقة موجودة عندنا في القناة. عندي هنا طماطمتين متوسطين، وعندي ليمونة، وعندي بصلاية متوسطة، ونص حباية من الفلفل الحامي، وعندي معلقة كبيرة من الصلصة بس هي لسه مجمدة عاملاها برضو هنا في البيت. يا جماعة يا ريت أي حاجة نقدر نعملها في البيت من مكعبات مرقة أو صلصة أو كاتشب أو مايونيز أو أي شيء نقدر نعمله في بيتنا نعمله، لأنه هيكون أضمن وأحلى من أي حاجة طبعا مش خل أبيض. هبدأ أضيف أقطع عندي كل الخضروات دي ما عدا الليمون، وعليها الزبادي وعليها الخل، واضربه كويس جدا في الخلاط بتاعي. ده شكل الخليط بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط كويس جدا. وهنا انا ضفت يا جماعة، هنا انا ضفت حوالي فص من الثوم المفروم، ضفته مع الخليط. والوقتي ضفت عصير الليمون مش في الخلاط، بعد ما صبيته في الحلة زي ما احنا شايفين. هبدأ احط التوابل بتاعتي، وهي عبارة عن التوابل بتاعتي عبارة عن ربع معلقة من الكزبرة الناشفة، ربع معلقة من الفلفل الأسود، ربع معلقة من البهارات المشكلة، وعندي طبعا الملح حسب الرغبة، وحطيت هنا رشة بسيطة من السكر. هبدأ أقلب كل المكونات دي كويس جدا. وهنا أنا ضفت الخليط بتاعي على الفرخة، وقلبت الفرخة فيه كويس جدا، وحاولت ان انا احط الخليط دوت بين تحت الجلد وبين حاولت ادخل ايدي كده بين اللحمة بتاع الفرخة بحيث ان الخليط يتوغل كويس جدا. طبعا الوقت ممكن بعد ساعة ابدأ اسوي الفرخة، لكن الافضل ان انا بسيبها من بالليل للصبح في الثلاجة، وبعد هغطي عليها واحطها في الثلاجة وعلى اساس انها تتبل كويس، وهنسويها مع بعض ان شاء الله. يا جماعة بعد ما سبت الفراخ في التتبيلة ليلة كاملة، هبدأ احطها عندي في صينية، وهكون مسخنة الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200، وهحط الفراخ عندي في الصينية وهدخلها الفرن. بس لازم اراعي معايا ان تكون الفراخ، براعي ان انا بحط الفراخ على الناحية دي، يعني بخلي الناحية اللي فيها جلد الفراخ تكون من تحت، على اساس انها تنزل كل الدسامة اللي فيها بدل ما احط فيها زيت او مادة دهنية تاني. هبدأ دلوقتي احط كل قطع الفراخ بتاعتي بحيث ان الجلد يبقى من تحت، وهدخلها الفرن عندي وهسيبها تستوي. بعد ما حطيت الفراخ عندي في الصينية، التتبيلة اللي فاضت منها ضفتها عليها زي ما احنا شايفين، يعني ما رميتهاش، ضفتها عليها وادخلها الفرن بالشكل ده وهسيبها تستوي. وده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. طعمها جميل جدا وريحتها جميلة برضو. طبعا انا هنا محمراها بزيادة لان احنا بنحبها محمرة كده، لكن لو انت عايزاها تحت الاول لغاية ما المية بتاعتها نزلت المية الاول ونشفت المية بتاعتها تماما واستوت، اول ما استوت حطيتها تحت الشواية لغاية ما خدت اللون اللي انا عايزاه، وده طبعا على حسب رغبتك. وكنا عاملين جنبيها رز مصري بالكاري. ان شاء الله الفراخ تنول اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.